الو، السلام عليكم. لو سمحت يا بيه، انا كنت عايز اقدم بلاغ واعمل محضر. انا اتسرقت يا بيه. والمشكله مش ان انا اتسرقت بس، لا، ده المشكله ان الحرامي بجح قوي. ده انا بيتسرق مني تراثي وهويتي وثقافتي وذكرياتي، كل حاجه بيتسرق مني. الاغاني اللي انا عملتها لما انتصرت في الحروب ودافعت عن طين الارض دي، الاغاني اللي كانت جزء مني ومن ولادي واللي كانت بتحسسنا بالانتماء. تخيل يا بيه ان الحرامي مش فاضي حتى ينتج لنفسه اغنيه وطنيه مستقل، ده سارق نفس اللحن ونفس الكلمات ورامي منها كلمه مصر وحاطط اسم بلده، ولا في ريحه الفن ولا الابداع بجنيه، وشغال عمال ينحت فيا هو والحراميه التانيين يا باشا. والله الو، شكل رصيدي خلص. الدنيا اتقلبت لما لقينا اغنيه المصري، تخيلوا معايا، اسمها المصري، بتتغنى في مهرجان الامارات بنفس الكلمات وبنفس اللحن، بنفس المغنيه اللي هي لطيفه التونسيه، بنفس الملحن. وقاموا جايين بصنعه لطافه، شالوا المصري ورموه كده وقاموا حاطين مكانها العربي. اغنيه بقالها 23 سنه جزء من التراث المصري الوطني، اتشفطت في ثانيه الا ثانيه. وكان قبلها بكام يوم ويجز طالع بيؤكد وبيرسخ عروبه مصر، اللي طالع وبيغني فيها بغني عربي وبلهجتي، فني وحضارتي وشخصيتي، بغني عربي وبلهجتي. مع ان اللي صنعه واللي شهره واللي عمله الاغاني المصري والشعب والجمهور المصري يعني، ولا اللي عمله الغنى العربي ولا الشعب العربي خالص. خبطتين ورا بعض يوجعوا. بس تفتكروا يا جماعه ان دي اول مره يتسرق مننا اغانينا وتراثنا وكده؟ لا. عندنا مثلا النشيد الوطني المصري بتاع الملكيه، اللي هو كان تاليف مصطفى صادق الرافعي، اتشالت منه مصر واتحطت القدس عادي جدا. اغنيه يا دنيا سمعاني اللي ابدعها مقاومه السويسه، وده بعد الانتصار والتصدي للعدوان الثلاثي. اغنيه بشرة خير اتاخدت هلا بيلا كده اهو، وقامت مصر اتشالت هي ومحافظاتها واتحطت سوريا ومحافظاتها بدلها. اغنيه مصر هي امي اللي اتعملت في الثمانينات واللي كانت بعد حرب اكتوبر، دي كانت من الاغاني المؤثره جدا اللي كانت مزوده في الانتماء في الجيل ده بالذات. اتشالت مصر واتحطت يافا عادي جدا يعني. الاغاني والافلام والمسلسلات، صناعه الميديا عموما يعني، دي اسمها القوه الناعمه، ومصر هي رائده القوه الناعمه في الشرق الاوسط من ساعه لما قلنا يا ميديا يعني. فالاعمال الفنيه دي كلها بتغرز مفاهيم واسس جوه الجمهور اللي بيتفرج وبيتابعها. فحقيقي قصه اغنيه تتسرق او تراث يتنحت او كل الكلام ده مش كلام هين خالص. بس وكان معكم حوار سكريبت مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.